أنت فاكر آخر مرة كنت بتاكل فستق؟ لقيت فستقة مقفولة خالص، حاولت تفتحها وما فتحتش، رميتها ومشيت، صح؟ طب لو قلت لك إن الفستقة دي فيها درس عن حياتك كلها، هتصدق؟ فهد عامر الأحمدي شاف في الموقف ده حاجة غيرت طريقة تفكيره بالكامل، وكتب عنها كتاب كامل اسمه نظرية الفستق. نظرية الفستق مش كتاب عادي في التنمية البشرية، ده كتاب بيعلمنا نبص للحياة بعين مختلفة. فهد عامر الأحمدي كاتب سعودي قدر ياخد أبسط المواقف اليومية ويطلع منها حكمة عميقة جدا. الكتاب ده بقى من أكتر الكتب مبيعا في العالم العربي، مش عشان فيه نظريات معقدة، لأ، بالعكس، عشان بيكلمنا بلغتنا البسيطة وبيستخدم أمثلة من حياتنا اليومية عشان يوصلنا أفكار عميقة. النهاردة هنعيش مع الكتاب ده، هناخد منه دروس عملية نقدر نطبقها في حياتنا من النهاردة. خلينا نبدأ الرحلة. تعال نبدأ بالقصة الأساسية، قصة الفستق نفسها. فهد كان قاعد بياكل فستق ولقى فستقة مقفولة خالص، مفيش فيها أي فتحة. في الأول حاول يفتحها، منفعش، كان عايز يرميها زي ما كلنا بنعمل. بس في لحظة معينة قرر يفكر بطريقة تانية. راح جايب فستقة تانية نصها مفتوح، واستخدم القشرة الصلبة بتاعتها كأداة عشان يفتح بيها الفستقة المقفولة، ونجح فعلا. الدرس هنا مش عن الفستق، ده عن إننا كتير في حياتنا بنقابل مشاكل بتبان مستحيلة، فبنستسلم بسرعة. بس لو بصينا حوالينا هنلاقي إن الحل موجود، بس محتاجين نفكر بشكل مختلف ونستخدم الموارد اللي عندنا بذكاء. كم مرة عندك مشكلة في الشغل حسيت إنها مستحيلة، بس لما فكرت براحة لقيت إن عندك أدوات تحلها، بس كنت محتاج تشوفها من زاوية تانية؟ خلينا ننتقل لدرس تاني مهم جدا، وهو الصبر والاستمرارية. فهد بيحكي إنه في واحد كان عايز يتعلم لغة جديدة، قعد يدرس كل يوم ربع ساعة بس. في الأول الموضوع كان بطيء جدا، حس إنه ما بيتقدمش، بس فضل مستمر. بعد سنة لقى نفسه بيتكلم اللغة دي بطلاقة. الدرس هنا إن التقدم الحقيقي مش بيجي من مجهود كبير مرة واحدة، ده بيجي من مجهودات صغيرة متراكمة كل يوم، زي الفستقة اللي كل محاولة صغيرة بتقربك من فتحها، كل يوم تدريب صغير بيقربك من هدفك. إحنا عايزين نتيجة فورية، بس الحقيقة إن النجاح الحقيقي بيتبني على الصبر. لو عايز تخس، لو عايز تنجح في شغلك، لو عايز تبني مشروع، كل ده محتاج استمرارية، مش يوم واحد مجهود عالي، ده كل يوم خطوة صغيرة في الاتجاه الصح. دلوقتي نيجي لحاجة مهمة جدا، وهي التفكير خارج الصندوق. فهادي بيحكي قصة عن شركة كانت عندها مشكلة في خط الإنتاج. العلب اللي بتطلع من الماكينة بعضها كان فاضي ما فيهوش منتج. المشكلة دي كانت بتكلف الشركة فلوس كتير. جابوا مهندسين ومستشارين، كلهم اقترحوا حلول معقدة وغالية، أجهزة متطورة بالأشعة وأجهزة استشعار. بس في الآخر واحد عامل بسيط اقترح حل عبقري. قال نحط مروحة كبيرة جنب الخط، العلب الفاضية خفيفة، المروحة هتطيرها والعلب المليانة هتفضل ماشية عادي. الحل نجح، وكان أرخص بكتير من كل الحلول المعقدة. الدرس هنا إن الإبداع مش دايما معناه تعقيد، أحيانا أبسط الحلول هي الأذكى، بس محتاجين نخرج من تفكيرنا التقليدي ونبص للمشكلة من زاوية جديدة. المشاكل اللي بتقابلك ممكن يكون حلها أبسط مما تتخيل، بس أنت محتاج تفكر بشكل مختلف. طيب نيجي بقى لنقطة كتير مننا بيتجاهلها، وهي قيمة التفاصيل الصغيرة. فهادي بيحكي إنه دخل محل مرة عشان يشتري حاجة، المحل كان نظيف ومرتب، الموظف كان مبتسم ومهتم، حتى الفاتورة كانت متطبعة بشكل أنيق. كل التفاصيل دي الصغيرة خلته يحس بتجربة مميزة، فرجع للمحل ده تاني وتاني. على العكس، في محلات تانية المنتج كويس، بس الخدمة سيئة والمكان مش نضيف، فما بيرجعش ليها. الدرس هنا إن التفاصيل الصغيرة هي اللي بتفرق، في شغلك، في علاقاتك، في حياتك كلها. الطريقة اللي بترد بيها على إيميل، الابتسامة اللي بتبتسمها لزميلك، الاهتمام بالتفاصيل في شغلك، كل ده بيبني صورة كبيرة عنك. الناس الناجحين مش بس بيركزوا على الحاجات الكبيرة، ده بيدوا اهتمام للتفاصيل الصغيرة اللي كتير بيتجاهلها.
والدرس اللي بعده عن الفشل. كلنا بنخاف من الفشل، بنحس إنه نهاية العالم. بس فهد بيشوف الفشل بشكل مختلف خالص. بيقول: لما كنت بتاكل الفستق ده، الفستقات المقفولة اللي فشلت في فتحها في الأول، كل واحدة منهم علمتني حاجة. علمتني إزاي أمسك الفستقة الجاية بطريقة أحسن، علمتني أستخدم أداة أقوى، علمتني أصبر أكتر. يعني الفشل كان جزء من التعلم، مش نهاية المطاف. وده اللي المفروض نشوف بيه الفشل في حياتنا. كل مشروع فشل فيه، كل امتحان ما نجحتش فيه، كل علاقة ما كملتش، كل ده دروس بتعلمك وبتجهزك للمرة الجاية. الناس الناجحين مش اللي مفشلوش، ده اللي فشلوا واتعلموا وكاملوا. الفشل مش عيب، العيب إنك تفشل وما تتعلمش منه. آخر درس عايز أشاركه معاك وهو البساطة والعمق. فهد طول الكتاب بيستخدم أمثلة بسيطة جدا: فستق، مروحة، محل، حاجات من حياتنا اليومية. بس ورا كل مثال بسيط ده في حكمة عميقة. الدرس هنا إن الحكمة الحقيقية مش محتاجة كلام معقد ولا مصطلحات صعبة. أعمق الحقائق ممكن تتشرح بأبسط الأمثلة. وده درس لينا كلنا، سواء في التواصل مع الناس أو في فهم الحياة. لو عايز توصل فكرة لحد، ما تعقدهاش، بسطها. لو عايز تفهم مشكلة معقدة، أبص عليها ببساطة. أحيانا الحل البسيط هو الأعمق. زي ما الفستقة الصغيرة علمتنا دروس كبيرة عن الحياة، التفاصيل البسيطة في حياتك ممكن تكون المفتاح لفهم أعمق لنفسك وللعالم حواليك. الحياة مليانة دروس، بس محتاجين نبص بعين مختلفة. كل تفصيلة صغيرة ممكن تكون مفتاح لفهم أعمق. نظرية الفستق علمتنا إن الحكمة مش في الحاجات الكبيرة بس، ده في كل لحظة بنعيشها لو انتبهنا ليها.